حكيمي. لا أجد الكلمات لوصف حكيمي. هو لا يتعب، لقد لعب حوالي 60 مباراة آخر وكأس العالم للأندية. نراه في الدقيقة الأخيرة من المباراة يصعد للهجوم بسرعة كبيرة، وهذا الأمر مميز. نتحدث عن ديمبلي، لكن أشرف حكيمي كان له دور كبير مع الفريق، وأعتقد أننا لم نتحدث عنه. مرشحان باريسيان بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام يوجدان محل نقاش وتجاذب بين أنصار باريس سان جيرمان بشأن من الأجدر منهما للتتويج بهذا اللقب الفردي الذي يعتبر هدف كل لاعب. عثمان ديمبلي أو أشرف حكيمي أو عثمان ديمبلي، كليهما يستحق الكرة الذهبية، إلا أن الفصل بينهما يبدو مستعصيا للكثيرين بما فيهم المراقبين الذين يعتبرون الفارق وإن كان بينهما ضئيل للغاية بالنظر إلى الموسم الكبير للاعبين ومساهمتهما الهائلة في الموسم التاريخي للنادي الباريسي من خلال قيادته للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.